انا البارح كنت في مديونه ومشيت شفت واحد المدرسه ديال الفصل الثانيه، تلاقيت مع الامهات والابناء اللي كيقراو في هذه المدرسه وسمعت الشهادات ديال الامهات وقالت لي انا تنسكن في اقامه جيهان، والرائده كاينه في مولاي اسماعيل. عندي ربع ساعه ساعه ولا ثلث ساعه كنديرها في الصباح وكنديرها في العشيه. عندي الغيس، عندي الشتاء، عندي قيامه كحله. تنمشي تنغامر حتى البنو باجه باش ولدي يقرا. انا عندي المدرسه ديالي العاديه راجل بي تنطلع عليها وما تنقراش فيها ولاد، حيت علاش مدرسه رائده في المستوى. ولدي ارتاح، ولدي ولا تعلم اللغات. يطلع الدري تيتبازا الدري كانت تيتخدم. مع المراه اللي باقا ولدها في هذيك المدرسه اللي قدامها اللي ماشي في الرياضه، قالت لي ما كيعرفوش اللغات. ما كانش المستوى ديال لا لونغ. اشنو ما هو كيهضر انت كيف واحد الشرق واحد تيضرب، خاص واحد على الاقل يفهم داك شنو كدوي. اشكاليات فيها فينا قسم، قالت لي انا عندي الثاني والسادس والثامن. فيها ان شاء الله 8400 مدرسة ما يمكنش ديرها في عام واحد. كل عام كنديرو 2000 2400 وحنا كنتبعو. ومن دابا في 2027 جميع المدارس ديال المغرب وجميع لي كوليج ديال المغرب كلهم غادي يكونوا مدارس ديال المغرب. غادي يكون بحال ولدها اللي كان في مدرسه الرياضه.